السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة خلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كليك فلاير، عروض اسبوعيه وقصائم. التطبيق ده مساحته 24 ميجا، حمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالعروض اللي بتنزل من السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبيره. السوبر ماركت والهايبر ماركت الكبيره زي كارفور، زي باندا، زي اسواق عبد الله العسيم، ده الكلام ده بالنسبه لمصر. زي لولو هايبر ماركت. كل العروض اللي بتنزلها المتاجر الكبيره بتقدر ان انت تلاقيها على التطبيق ده، سواء بتنزل عروض اسبوعيه او عروض شهريه. عروض بقى على البقالة، عروض على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والموبايلات والتابلت واللابتوب وغسالات، تلاجات، بوتاجازات، تلفزيونات، خضروات، فاكهة، آه حاجات البيت بقى، أكل شرب رز مكرونة، شعرية، توابل، كل الحاجات بتكون موجودة على التطبيق. بتقدر تقارن ما بين الاسعار ما بين الهايبر ماركتس، يعني اسعار كارفور واسعار لولو هايبر واسعار هايبر ماركت واسعار اسواق عبد الله العسيم. تقدر تقارنها وتقدر تشوف افضل الاسعار فين وتقدر انت تتعامل مع الهايبر ماركت ده على طول. ده كده الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه ان بعض الناس بتشتكي من ان التحديثات بتاعته الاخيره ما بقتش مخليه التطبيق كويس زي الاول. يعني الاول التطبيق كان سريع، الاول التطبيق ما كانش بيهنج، الاول التطبيق ما كانش بيفصل. دلوقتي بقى بتحصل فيه المشاكل دي كلها. طبعا ناس كتيره متضايقه من الموضوع ده. ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس بتخش تشوف الفيديوهات اللي موجوده على القناه، بالذات الفيديوهات اللي بقالها فتره طويله، تقول لك انت ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه او ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، تلاقي كل الحاجات اللي انا قايل عن التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.